حبيباتي متابعيني، شلونكم وشلون الصحة؟ اليوم جيتكم ببروتين جديد. هنا طبعا عندنا مسواق اليوم وسوقنا، وهسه طبعا هاي تشوفون الطماطة، الباذنجان، الخيار كله راح نطلعه من العلاليق. هنا هاي خليتها بالسلال. هاي الطماطة طبعا انا اطلعها بس ما اغسلها على مود ما يصير بيها عفن، من استخدمها اغسلها. هنا مثل ما تلاحظون كلها طلعتها. هذا هم الخيار افرغه بسلال. طبعا هذا الخيار هواية 3 كيلوات. انا هم شلت من عنده الحجم الصغير الناعم وقلت خل اسويه طرشي. دائما يعني اذا الخيار ناعم كيلوين يعني اسوي طرشي استفاد من يمه. شوفوا شلون الخيار بعده طازج ويعني جديد. هنا كملت من الخيار. طبعا سوقت لهانة وباذنجان وبوتيتة. هذا المسواق يبقى عندي بالثلاجة. الخيار طبعا انا من اضمه بالثلاجة كل الخضروات ما اغسلها، اخاف عليها من العفن. الخيار اغطيه بكلينكس واخلي عليه فد خاشوقه مال ستيل يبقى محافظ يعني ما يخرب، يطول اسبوع او اكثر ما عليه شي. هاي الطريقه اللي استخدمها. وهاي هماتين اللهانه البنفسجيه طبعا كلش طيبه بالاكل مثل ما تلاحظون. هاي هنا مسواقنا. هذا الليمون، طبعا الليمون من اهم شي بالسفرة هو الليمون، خاصة هذا الليمون الاخضر العراقي طبعا كل زين، خاصة اذا واحد الصبح يخليه بدول كمال مي ويقعد الصبح ثاني يوم يشربه كل زين للمعدة لحرق الدهون. احنا ابد ما نستغنى عن الليمون، يعني دائما يشوفون الثلاجة احنا نجيب ليمون هواية ونخلي بيها. هاي هنا هم الفلفل الاخضر، دائما واحد يحتاجه بكل الشغلات. الفلفل الاخضر بالتبسي بلحم بعجين، انا دائما ما استغنى عن الفلفل الاخضر. ومرات يبقى عندي اقول حتى ما يخرب يعني اقطعه واخليه باكياس واخليه بالمجمدة، من احتاج اطلعه ما عليه شي، خاصة اذا يتجمد هم يفيد ما عليه شي يعني ما يخرب. هنا هم عندنا الباذنجان هم اخليه بسلال واخليه بالثلاجة وما اغسله. اي شي من هاي الخضروات ما ينغسل على مود شنو ما يبقى يعني يابس ما يصير بيه عفن من المي. هذا مسواقنا، باذنجان، الفلفل مثل ما تلاحظون. وهنا هم هاي البطاطا هم خليتها بسلال وهم عفتها يعني هم ما اغسلها. هذا المسواق مالتنا شوفوا حبيباتي. بعد ما كملت من تعزيل المسواق يعني وكملتها وخليتها بالثلاجة، هنا عندي فقرة قلت خل استغلها وابدي احضر للعشاء. هنا طبعا عندي كباب لحم مفروم وخليت عليه بصل وطماطة، وهاي هنا خليت عليه كوب ونص من الطحين وكركم وكمون وقليل من الملح. ملح يعني تقريبا نصف ملعقة او اقل. هنا مثل ما تلاحظون. وخليت عليه قليل من الماء وبديت اعجن به حتى على مود يتماسك. هاي هنا كمل طبعا دا اعجن به بالملعقة. ضفت له التوابل، قليل من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اختياري حسب الرغبة. هنا خلطنا المكونات كلها والتوابل. هسه بديت اعجن به عجينة كاملة. هاي هنا تشوفون شلون العجن مالته على مود المواد كلها تتجانس. ابدي اعجن به والمه كله زين حتى الخليط يصير متجانس. هنا طبعا المه وعدله دقائق ونبدي بالمرحلة الثانية هي مرحلة طبعا القلي. هنا شوية خليتها يتماسك زي ما تشوفونه.
خلصنا من القلي، وهذا هو شكله النهائي حبيباتي. هذا شكله النهائي. هاي الطماطة والخضرة. هنا عندي هم طبعا أجنحة مال دجاج وبوتيتا أنا هم مسويتها، والحمد لله والشكر. لا تنسون من اللايك والاشتراك، وإذا شفتونا صدفة اشتركوا بالقناة. مع السلامة حبيباتي، وسهمكم العافية.